السلام عليكم، اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. الموضوع اللي انا هتكلم فيه النهارده مضايقني جدا. مش عارفه انا لوحدي اللي واخده واخده بالي من الموضوع ده، ولا في ناس كمان واخده بالها. مش بتعرفي تطبخي، بتصوري فيديوهات ليه؟ يعني انتي كواحده عاديه، مش شيف، يعني مش شيف، انتي واحده عاديه. آه، مش بروفيشنال، مش شاطره، مش بتعرفي تطبخي كويس، بتصوري فيديوهات ليه طبخ؟ انا لما اتقالي اعملي قناه صوري فيها مثلا الاكل اللي انت بتعمليه في البيت في المطبخ، رديت وقلت، واللي قالوا لي كده يكتبوا في الكومنتات، وهو ده اللي حصل. قلت لهم انا واحده اقل من العاديه، ومش بعرف اطبخ، يعني الطبخ اللي هو كويس زي اي شيف مشهوره او حد شاطر. انا على قدي، وخلي الطبخ ده للناس اللي هم الشاطرين، اللي يعلموا غيرهم، واللي انا كمان اتعلم منهم. كل واحد بيعمل المحتوى اللي هو شاطر فيه. يعني انا الاول القناة التانية كنت بعمل وصفات، وكنت شاطرة في الوصفات، وكنت خبرة في الوصفات، وكنت بطلع اعمل احلى واجمل الوصفات، ووصفات مجربة، وكانت الناس بتدخل في التعليقات تدعيلي عليها. ولما كانت واحدة بتجرب وصفة وبتنجح معاها او مع بنتها، بتخش تدعيلي في الكومنتات، وكانت يعني ناس كتيرة جدا بيعجبها الوصفات اللي انا كنت بنزلها. انا شاطرة في ايه؟ في الوصفات. تمام. لما جت القناة بتاعتي بسبب اليوتيوب واللي حصل والتحديثات، وقعت وبطلت انزل. طبعا القناة وقعت وباظت زي ما انتوا عارفين. فحبيت اعمل امل جديد، دي اني انا اعمل فيها ان انا اتكلم زي ما بتكلم معاكم دلوقتي، اقدم فيها حاجات منوعة وكده، بعيدا عن الطبخ والكلام ده كله. انتي بقى كواحدة يعني انتي مش بتعرفي تطبخي، او على قد، يعني بصي يا ستي، لا انتي بتعرفي تطبخي بس على قدك، ليه بتطلعي تعملي فيديوهات طبخ؟ يعني مثلا تقولك ايه، طريقة عمل المحشي مثلا الكرنب. تمام. تخش عشان تشوفي محشي الكرنب اللي هم عاملينه، وحياة ربنا الحلة معجنة. تيجي تغرف، بتغرف بقى بيغرفوا في الطبق ورقة، وعليها شوية رز وحبة شوربة، مش صوابع، مش صوابع. يعني مثلا زمان كانت لما واحدة تطلع تعمل فيديو على اليوتيوب مثلا وهي بتطبخ ولا حاجة، والطبخة تبوظ منها، ما كانتش بتنزل الفيديو. لا، دلوقتي لو الطبخة اتحرقت بينزلوها برضو عادي، ويكتبوا في العنوان جربت اعمل معرفش مين واتحرقت مني، عادي، وبينزلوا اي حاجة. طب هو حضرتك مش مكسوفة من المحشي اللي انت بتغرفيه في الطبق ده؟ هو معجن، معجنة في الحلة، مش حلة محشي يا حبيبتي. طيب دي حاجة. تاني حاجة، واحدة تقولك ايه، روتيني اليومي وهحضر معاكم الغدا. ماشي. تخش عشان تشوف الغدا اللي هي بتحضره، هي مش بتحضر غدا، هي بتعك غدا. بتقعد تحط حاجاته على حاجاته على حاجاته على حاجاته، بدون ترتيب، بدون شطارة، واي هوبا في اللله، واي بطاطا في الحله، وهوبا تيتو مامبو، واغرف وخلاص، ومعجنه وعملت الاكل. تدخل واحده مثلا في التعليقات في الكومنتات تكتب لها ايه، انت عامله دي غلط، إيه الطريقه دي مش كده، المفروض كنت حطيتي معرفش ايه في ايه، المفروض كنت عملتي ايه. ترد عليها بكل بجاحة وتقول لها دي طريقتي في الطبخة. طريقتك في الطبخة؟ طب انتي طب افرضي مثلا واحدة لسه متجوزة جديد، وما كانتش بتطبخ في بيت باباها، وداخلة عشان تتعلم منك الطبخة، تتعلمها غلط؟ اعملي تنظيفات. مالكيش في الطبخ، ما تصوريش فيديوهات طبخ. مادام انتي مش شاطرة، سيبي الطبخ ده للناس الشاطرة، للناس الفاهمة. واليوتيوب مليان بدون ذكر اسماء ناس بتعرف تطبخ كويس جدا، وفي ناس انا اتعلمت منهم حاجات كتيرة،
وفي ناس على فكرة، في ستات بيوت عاديين جدا مش شيفات وشاطرين جدا وممتازين جدا برضو بدون ذكر اسماء، بشوف في البيت بيعملوا فن مش اكل، بيفنوا كده في الاكله وهما بيعملوها. سيبوا الطبخ للناس الفاهمه، ما تكرهوناش في الاكل كمان يا جماعه، ما تكرهوناش في الاكل يا جماعه، حرام عليكم، حرام. بصوا، هو اليوتيوب الايام دي بقى اي بتاع في البتنجان واي فيديوهات بتنزل، وهي دي اللي بتجيب مشاهدات. وكمان ان احنا نجيب الاكل وتحطي الاكل قدامك وتصوري وتقعدي تاكلي انت والعائله، ده برضو بيجيب مشاهدات هايله جدا. انما بقى تطلعي تحرقي بنزين بقى وتعملي وتنضفي وتهلكي في نفسك وفي صحتك وفي مجهودك، مش هيجيلك مشاهدات خالص. زمان كانت الناس بتدخل اليوتيوب عشان تستفاد، تدور على طبخة، على وصفة، معلومة. دلوقتي الناس بيفتحوا اليوتيوب ويقعدوا يتفرجوا على فلانة وهي بتاكل ومش عارفة مين وهي بتنظف، وهو اليوتيوب بقى كده. ويا سلام بقى لو صاحبة القناة دي عندها مشكلة مع حد تاني، وكل يوم بقى هو دي يرد ودي تتكلم ودي تحكي والحوارات يا سلام. زي حوار واحد كده جاي، واحد كده في اليوتيوب طالع برضو بدون ذكر اسماء، مش عايزين نذكر اسم حد، ان هو قال ايه بيخون مراته، او ان هي اكتشفته وهي بيخونها وان هيتجوز غيرها، وكل ده عشان الترند. بيشوه سمعته عشان الترند، عشان المشاهدات، عشان الماني. الناس بقت ممكن تعمل اي حاجة، وعايزين بقى تتفرجوا على الإهانة وقلة القيمة، خش التيك توك واتفرجوا على اللايفات واللي بيحصل فيها. يا لهوي يعني اللي بيعملوه في بعض هناك إهانة وقلة أدب، أنا ما شفتش كده في حياتي. إزاي واحدة تهين نفسها بالطريقة دي عشان فلوس؟ ده ملعون أبو الفلوس اللي تعمل في الواحدة كده، يا لهوي. ويدخلوا مع بعض اسمه ايه تحديات ويعملوا لبعض احكام وتحكم مش عارفه مين، وتضرب نفسها ولا تخش الحمام وتكب على نفسها ميه ساقعه، واللي تدلق على نفسها مش عارفه ايه شوكولاته، واللي مش عارفه تدلق يا اختي ايه يا اختي دي ايه دي. يلا ربنا يطلعنا منها على خير. معلش يا جماعه ان انا طولت عليكم، بس كان كلمتين محشورين في زوري حبيت اطلع اقولهم، مش معنى انا يعني جت عليا، ما جاتش عليا. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.